جريدة المساء العربي من داخل نادي المعلمين في احتفالية اليوم آخر العام، واحتفالية خاصة بالأستاذ عبد العاطي تمساح بمناسبة خروجه سن الكمال. هنشوف الأستاذ عبد العاطي تمساح. أستاذ عبد العاطي تمساح، بنقول لحضرتك كل سنة وانت طيب بمناسبة نهاية العام، وبنقول لحضرتك كل سنة وانت طيب بمناسبة بلوغك سن الكمال. كل سنة وحضراتكم بخير، وأنا بشكركم على الجهد اللي انتوا عملتوه. ربنا يعيد علينا الأيام بخير وعلى مصرنا العظيمة بكل خير. سن الكمال والسن الجمال. الروح لا تشيخ، الروح ليس لها سن. أنا جدي عاش 120 سنة، فالروح لا تشيخ. اللي عايز يشيخ نفسه ويكبر نفسه ويقعد في البيت براحته. احنا هنفضل لغاية آخر يوم في حياتنا نعمل خدمة الناس ونستمتع بخدمة الناس. النهارده الاحتفالية كانت جميلة، وشايف روح طيبة جدا من كل محبيك وكل زملائك. تحب تقول لهم ايه وتحب تقول للناس ايه؟ انا عاجز عن شكر ليهم لحضورهم في ظل يعني الوقت راس السنه وكله بيقعد في بيته ومستني اليوم الجميل ده، لكن اقول لهم ايه غير جزاكم الله عنا كل خير. كل سنة وانت طيب، ونسمع عنك يا رب دايما كل خير. ربنا يخليك. وانا بقدم شكر للدكتور سمير النيلي اللي رجع نادي المعلمين للمعلمين، والله لست مجاملا بل اقول الحقيقه. واشكر الاستاذ محمد القبطان على الجهد اللي بذله، شكرا لهم جميعا. ما هو ده سن الجمال بعد الكمال. ربنا ما يحرمنا منك يا دكتور سمير النيلي، بنوجه لك الشكر والتحيه. ودايما الدكتور سمير زي ما عودنا على مدار خدمته في التربيه والتعليم، وبعد خدمته وانتهاء سن الكمال، النهارده انت في سن الجمال. وسن الجمال اللي انت عملته في نادي المعلمين بيشهد لك النهارده. تحب تقول لنا ايه؟ احب اقول النهارده بصراحه يعني انا بحتفل باخويا واخ وصديق وزميل عزيز عليا جدا جدا جدا. بحتفل بنفسي النهارده في وجود الاستاذ عبد العاطي تمساح. طبعا انا بشكر الاستاذ محمد القبطان نقيب المعلمين في العجمي والعوريه، وشكر خاص جدا جدا. وبقول كل سنه وانت طيب لسياده النقيب العام للمعلمين الاستاذ خالد الزناتي بمناسبه عيد ميلاده بالامس، وبمناسبه راس السنه الميلاديه، وبمناسبه كل حاجه حلوه بيعملها للمعلمين. النهارده الاحتفاليه بصراحه هي يعني حاجه كده ماشيه مع نيه الاستاذ عبد العاطي. انسان مخلص، انسان قد عمله باخلاص، انسان محب للجميع، انسان روحه خفيفه ومرحه، انسان متواضع. وده كل الصفات دي يمكن انا بجدها في نفسي، عشان كده انا بحتفل بنفسي النهارده، وبحتفل باخويا وصديقي وزميلي الغالي جدا الاستاذ عبد العاطي تمساح. بقول له كل سنه طيب، وانضمت لنا وانضمت لكتيبه المعاشات. وزي ما هو قال ان الروح ليس لها سن، وان شاء الله تعالى نؤدي ما علينا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. سوف نكون خادمين للعمليه التعليميه في اي مجال، خادمين للتعليم في اي مسرح وفي اي وضع وفي اي وضع، خادمين لبلدنا مصر بقى بما نملكه من خبرات الحمد لله ليست قليله، خبرات كبيره جدا. 60 سنه عمل وانتاج وتعامل مع الاخرين. فاظن ان احنا تحت امر مصر في المتبقي من اعمارنا ان شاء الله تعالى. وبقول لكل المصريين كل سنه طيبين. وبقول فخامه الرئيس بالمره بقى احنا يعني كويس احنا على الهوا، كل سنه طيب يا ريس، ومصر طيبه والشعب المصري طيب. ربنا يحفظ جنودنا من القوات المسلحه ومن الشرطه المصريه، ويحفظ شعب مصر. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب، ودايما نشوفك بخير. استاذ محمد، تحب تقول لنا ايه؟ انا في كلمه مختصره بقول ان احنا بنفقد قيادات. دكتور سمير والاستاذ عبد العاطي، عايز اقول ان القيادات دي مش هتتعوض. القيادات دي هي اللي اتعلمنا منها. ما فيش صف تاني، يعني اللي بيطلع من الناس دي بيسيب فراغ كبير. بنتمنى من ربنا ان ربنا يعوضنا عنهم خير، ويطلع شباب تاني قياديه تقدر تقوم بالعمليه التعليميه
بس انا باكد وبقول لان انا عاشرت الاستاذ عبد العاطي وعاشرت الدكتور سمير ان الناس دي مش هتتعوض مره تاني في التربيه والتعليم. ربنا يديكم الصحه كلكم. طيب. كل سنه طيبين بنهايه السنه الجديده 22 واهلا ب 23. وبنقول للاستاذ عبد العاطي كل سنه وانت طيب، وربنا يا رب يوفقك ويديلك الصحه ونشوفك دايما متالق كعادتك. شكرا. كل سنه طيبين. كل سنه وحضرتك بخير والف الف شكر. ربنا يخليك، شكرا جزيلا.